واحدة ليبية قبل 7 سنين. الذكر ده أنا لحد النهاردة بقوله. أول ما أحس بخوف إنه هيحصل مشكلة بيني وما بين جوزي، أول ما أحس إنه حدا عزيز على قلبي هيزعل مني بتصرف كان بقصد أو من غير قصد بقوله. يعني لو اتأخرت مثلا في مشوار وأنا جاية على السلالم بقوله. لو أنا مثلا خايفة مامتي تزعل مني بقوله، خايفة بابا يزعل مني بقوله، أخويا يزعل مني بقوله، بنتي تزعل مني بقوله في كل وقت أكون خايفة إنه يكون تحصل مشكلة من ورا ده. خلينا اقول لكم ان المشكله لو ما اتحلتش بس على الاقل بيبقى فيها بردا وسلاما، بيبقى فيها تحليل امور، في سكوت. طالما في سكوت وما فيش صوت عالي وما فيش زعاق وما فيش اي حاجه من الكلام ده كله، احنا بخير. الحين بنسكت، بعد شويه بنرضى. فلازم الذكر ده لما يتقال بيقين. وانا من يومها لحد اليوم الله يبارك لها ويسعدها يا رب، وانا ما اعرفش طريقها وين لان انا كنت ايامها بشتغل في الاتيليه بتاعي وخياطه وكده. فهي كانت زبونه عندي فقالت لي عليه لما لقيتني مبوزه ومتضايقه وزعلانه، كان وقتها زعلانه انا وجوزي. قالت لي انت ازاي ما بتقوليش الذكر ده؟ قولي الذكر ده والله لا تتحل المشكله ما بينك وما بين جوزك. وانا بالفعل كنت مروحه من الاتيليه، ما فيش يعني هو مش مسافه ما بينه وما بين بيتي، قعدت اقوله وطلعت على السلام وانا بقوله. وصراحه ربنا انا كنت بقوله بيني وبين نفسي، انا عن نفسي يعني ربنا يحل المشكله ما بيني وما بينه، بس في نفس التوقيت يعني ما كنتش يعني حد فاهم حاجه كده. بس سبحان الله روحت لقيته بيقول لي اعملي لي فنجان قهوه. اللي هو انت بقالك يومين 3 ما بتكلمنيش، دلوقتي فنجان قهوه؟ اوكي. ورحت عملت فنجان قهوه وما اتعتبناش والموضوع عدى واتنسى. بقيت من يومها بقيت حافظه اني لما الاقيه زعلان او متضايق او هيحصل مشكله او بنات عملوا مشكله او اي حاجه من ده كله، على طول بقول الدعاء اللي هقوله لكم دلوقتي. بس خليني اقول لكم قبل ما اقول الدعاء يا جماعه الخير، انا عندي اذكار كتير جدا بستخدمها في حياتي. استخدمتها عشان اخلف، واذكار عشان البيبي يثبت عشان القرين، واذكار عشان كنت بيجيني ولادات مبكره، وايات على فكره كنت بقولها وقت الحمل، مع ان كل الدكاتره اجمعوا ان انا حملي مش هيكمل وان ده مش اخر بيبي. لكن سبحان الله حد الله يرحمه ويحسن اليها يا رب قالت لي حط ايدك على بطنك واعملي كذا وان شاء الله البيبي هيجي. وخالف كل كلام الدكاتره، وما كانش دكتور، كان اكتر من دكتور، كانوا كلهم بيصبروني والحمد لله ربنا كرمني بيه. خلينا اقول لكم في عندي اذكار تانية للرزق وللبركه وللمال وللهدوء وللسكينه وللجواز. لو ابوك معترس مش عايزك تتجوزي شخص معين او شايفه ان هو مش مناسب، حاجات كتير جدا بستخدمها في حياتي. وكله انا مش هقول لكم جربتها عشان ما ينفعش تجريب مع الله، بس انا عن نفسي عملتها وحسيت انه ربنا استجاب مني. اهم حاجه اليقين والثقه في الله. وما تنسوش ان انا قلت لكم قبل كده كذا ذكر، والناس دخلوا في الكومنتات وقالوا لي عملنا يا ام كريم وكلامك طلع صح. ربنا يجازيني وياكم كل خير، والدال على خير كفاعله. تنسوش تشيروا الفيديو وتحطوا لايكات عليه وكومنتات كتير جدا. وبعد برضو ما تقولوه اللي انا هقوله لكم دلوقتي ترجعوا وتقولوا لي حصل ايه، ومش من مره يعني. افضلي قولي بيقين والحاح من لرب العالمين. والله بردا وسلاما على قلبه. كل اللي هتقوليه اللهم يا ولي نعمتي يا ملاذي عند قربتي اجعل نقمة فلان ابن فلانة، وبلاش تقولي ابن فلانة، سخطا عليه وبردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. كل هتعمليه بس كده. اللهم يا ولي نعمتي يا ملاذي عند قربتي اجعل نقمة مثلا زوجك فلان بردا سخطا عليه وبردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اللهم يا ولي نعمتي يا ملاذي عند قربتي اجعل نقمة فلان سخطا عليه وبردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. خليني اقول لك الدعاء دوت وقت خوف، وقت ان انت خايفه حد يزعل منك، عايزه الموضوع يهدى، وقت اي هلع داخلي قوليها وارجعي لي قولي لي ايه صار معاكي. ولو ما صارش صلح بيكون في هدوء ان شاء الله. ربنا يجعل قلبه بردا وسلاما عليه يا رب. اللهم امين. لايك يا جماعه وصلوا على النبي ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. واستنوني بفيديوهات كتير جايه باذن الله تعالى. ربنا يعيني ويعينكم يا رب. اللهم امين. السلام عليكم.